ما من أحد إلا ويعرف الصالح من دونه إذا فقهه الله سبحانه وتعالى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الأعمال الصالحة مفرحة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة على العناق احتملها الرجال، أي على نعشه واحتملها الرجال، إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وهي محمولة وهم يبكون عليها وهي فرحان، وهو فرح بأنه ذاهب إلى عمله الصالح. وإذا وضع في قبره أتاه عمل الصالح: أنا عملك الصالح، في صورة مشرقة جميلة، صورة شاب ويآنسه في عمله الصالح، ولا يبقى معه إلا العمل الصالح فقط، العمل خيرا أو شرا. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع كل ما كان من المال من عبيد أو ما ركب حمل عليه أو غير ذلك، ويرجع أهله ولا يبقى معه إلا العمل الصالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إننا على يقين أننا لسنا من أهل هذه الدنيا، أعني لسنا ماكثين فيها، وأننا منتقلون منها لا محالة. فليعد الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقى به ربه سواء في هذه الأيام أو في غيرها، ويطلب توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانة